صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد استمعنا منذ لحظات إلى أستاذين من قراء القرآن الكريم، وقرأ فضيلة الشيخ أسامة من آخر آل عمران وبدأ بالنساء، ثم عقب فضيلة الشيخ محمد رجع لآل عمران تاني وقرأ من أول الجزء الرابع. قل لي بالله عليك، احنا فهمنا ايه من القرايه؟ نيجي بقى نقول فهمنا ايه بقى؟ اولا، الله عز وجل قال لنا في القرآن في آخر آيات في سورة الأعراف: وإذا قرئ القرآن فاسمعوا ولا استمعوا. ده فرق بين السماء والأرض، بين كلمة اسمعوا واستمعوا. اسمعوا دي يعني العربية معدية على السكة وسمعت القراية ادي اسمعوا. أما كلمة استمعوا وأنصتوا أمرين: استمع، اجلس وتدبر ما يقول ولا تشغل بالك بأي شيء آخر، لأن الذي يتكلم مش الشيخ. من اللي بيتكلم؟ الذي يتكلم هو الله. بالله عليك، ربنا بيتكلم تسمع له ولا مش تسمع له؟ استمع وأنصت أي تدبر القرآن. ولذلك الله عز وجل في الآية 82 في سورة النساء يقول لنا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثم في سورة صاد: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يبقى جاء التدبر. ثم في سورة محمد: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يبقى القرآن جاء ايه؟ لا التدبر. سيدنا كان بيقرا من أول، بدأ من أول سورة النساء وفيها العجب العجاب. ذكرت الأيتام 5 مرات، منها مرة: وآتوا النساء أموالكم، لا ولا تؤتوا السفهاء أموالهم، فإذا أنستم منهم رشدا فأتوهم أموالكم. هم أموالكم ولا أموالهم؟ احنا فهمنا ايه؟ فهمنا مين اللي جاي؟ هي الاموال بتاعت مين؟ بتاعت اللي جايم على الاموات على الايتام ولا بتاعت الايتام؟ القران ما يقول اموالك انت، هي اموال عني، ده انا شايلها امانه عني، هي بتاعتي. ما القران يقول كده ليه؟ وبعد ما يخلص يقول ايه؟ فاذا انستم منهم رشدا فادفع عليهم ايه؟ اموالكم ولا اموالهم؟ لا مش عايز اموالك انت، امال ايه؟ اموالهم. ايه اللي احنا فهمناه من الكلام؟ طب لما يبدأ سيدنا السورتين الوحيدتين في القرآن كله التي بدأت في القرآن كله: يا أيها الناس. سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم. والثانية سورة الحج: يا أيها الناس اتقوا ربكم. دي اتقوا ربكم ودي اتقوا ربكم. ربنا عزم الأولى إيه وعزم الثانية إيه؟ والسورتين اللي بدأوا بيا أيها الناس في القرآن كله يقولوا لنا: يا أيها الناس اتقوا ربكم إيه؟ الذي خلقكم من نفس واحدة. دي سورة النساء. وهناك يقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن إيه؟ إن الدنيا خربت خلاص، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. بدأ الخلق في أول آية في سورة النساء، وأنهى الخلق والدنيا في أول آية في سورة الحج: إن زلزلة الساعة شيء عظيم. طيب جاب في سورة النساء 3 أنواع من الخلق في الآية الأولى. النوع الأول: الله قسم الخلق إلى 4 أنواع ليعلمك أن الله عنده طلاقة قدرة وليس أسباب. الأسباب دي ليك أنت. شوف أنت هتاكل الرغيف إزاي؟ بعد ما تحصد الغلة، ترمي حبات الغلة وبعدين تطلع وبعدين تكبر وبعدين تنشف وبعدين تحصدها وبعدين توديها الدراسة تدرسها وبعدين تطحنها وبعدين تطلع الدقيق من الردة وبعدين توديها فين؟ الفرن، وبعدين تخبزها وبعدين تطلع رغيف. كم مرحلة؟ كم مرحلة عشان تاكل رغيف؟ كم واحد اشتغل؟ كم آلة اشتغل؟ دي كلها هي أسباب. الله عز وجل يخلق ويعطي من غير أسباب. ولذلك الخلق الأول من غير أب وأم اللي هو مين؟ سيدنا آدم، طلاقة قدرة. والخلق الثاني من أب من غير أم اللي هي مين؟ ستنا حواء.
جابهم في سورة النساء بالترتيب: الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. ادي اتنين. التالتة ايه؟ وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. النوع الثالث بقى لنا نوع واحد بس، اللي هو ايه؟ ان يخلق الله من غير اب، وهو مين؟ سيدنا عيسى. 4 انواع من الخلق: خلق بأب من غير أم، وخلق من أم من غير من غير أب، وخلق من أب من غير أم، وخلق ولا أب ولا أم. ثم بعد ذلك الأسباب التي نأخذ منها: يتجوز الرجل بالمرأة ثم ينجبون. هذه هي أسباب الكون في خلق الله. الله عز وجل كيف خلقك في بطن أمك؟ إزاي؟ والله ما أنا عارف. أنا أسأل أبوك. ابوك عارف؟ طب اسال امك اللي ولدتك، عارفه؟ ولا ابوك عارف ولا امك عارفه ولا انت عارف ولا ربنا قال لحد. وربنا كان قعدنا وقال لنا، حكى لنا خلق ازاي؟ ده ربنا بيقول في سوره الكهف: ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم. انا وريتك خلق نفسك؟ امال انت تعرفها منين؟ عايز تعرفها؟ اسال الراجل اللي نصب الخيمه دي وانت تعرف ازاي. يعني قول لي انت لما نصبت الخيمه نصبتها ازاي؟ منين؟ من فوق حطيت السقف الاول، ولا دق العمدان الاول؟ دق العمدان الاول والخشب، وبعدين عمل عليهم السقف. قول له لما تفك الخيمه هتفكها ازاي؟ هتفكها منين؟ من تحت عشان تيجي على راسي، ولا هتفكها من فوق الاول؟ عكس البنيان، عكس الهدم. تبني البيت من تحت وتهدمه من فوق. تعالى للخلق عكس الميلاد. شوف الميلاد ازاي اتخلق، ازاي هتلاقيه في اخر حياته ازاي. الله عز وجل حكاها لنا في الآية 12 في سورة يونس: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. ما جابش المشي. 3 مراحل انت محتاج فيهم لغيرك: يا نايم يا قاعد يا واقف. بس تيجي تلاقيهم في اخر ايات سوره ال عمران اللي كان بيقراها سيدنا قبل ما سيدنا يختم بحبه كده. اطلع الصفحه تلاقي ايه؟ الذين يذكرون الله ايه؟ اعكسها بس: قياما وقعودا ونايمين وعلى جنوبهم. اعكس خلقك بالظبط وانت في بطن امك. انزلت ايه؟ قاعد ولا واقف؟ نايم. وبعدين بعد 9 شهور لما راسك جسمك يشيل راسك اعمل ايه؟ اقعدك. وبعدين سنه وشهر، سنه وشهرين جسمك رجلك تشيل جسمك اعمل ايه؟ اوقفك. بس اما المشي لم يذكره الله، لانك فيه لا تحتاج الى احد. تحتاج لمك وانت ماشي ولا ابوك. انت هتطير على الدكان، هتطير على الاردن، هتطير على الحسينيه، مش محتاج. اما انت محتاج لهم 3 انواع من الضعف محتاج فيهم الانسان لغيره. جابهم في سوره يونس اللي هو الطفوله، وفي سوره ال عمران في كبر السن بعد ال80 مش قادر تصلي وانت ايه؟ وانت قاعد وانت واقف. ناولنا الكرسي وانت قاعد مش قادر تسادل على الكرسي. صلي وانت متجع اهي. قياما يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. اعلم ان الله خلقك في بطن امك اول ما خلقك الا عظام، عظم، ثم ايه؟ ثم لحم، ثم ايه؟ ثم شحم. 3 حاجات بتاخدهم وانت لسه مش ركبت المكنه. ده المكنه جايه من الصين في الكرتونه، بركبها وبحط لها البنزين وادور. انت بقى زي المكنه، ربنا ركبك الاول 120 يوم، 40 يوم نطفه، و40 علقه زي النجفه دي متعالجه كده، و40 مضغه، حته لحمه قد ربع جرام تقدر تحطها تحت اسنانك وتنضخها. ما المضغه ليه بقى؟ عشان تقدر تمضغها. انت هتحط كيلو تحت اسنانك ولا هتحط حته تتمضغ؟ هي دي 3 مراحل. ثم بعد ذلك يعمل ماذا يفعل؟ يخلقك عظما. اول شيء يخلق فيك العظم، اخر شيء يبث فيك الروح. اعكس بقى واحنا بنموت ايه اللي بيحصل؟ اول ما بيطلع منك اخر شيء بيطلع منك ايه؟ واول شيء اخر شيء بيبقى فيك العظم اللي هو اول شيء مخلوق منه.
واخر شيء بيطلع منك الروح اللي هي ايه؟ اول حاجه بتطلع منك الروح اللي هي اخر حاجه بتتبث فيك بعد ما ربنا خلقك عظم، ثم بعد ذلك لحم، ثم بعد ذلك شحم، ثم انشأناه خلقا اخر. عايز قلب او عايز كبد، تلت فصوص، او عايز من كل حاجه اتنين، رئتين، شفتين، فكين، انفين، عينين، ايدين، رجلين، دينين، ماسورتين، ماسوره للهواء وماسوره للوكل. انت فاكر دي ماسوره واحده اتنين؟ لسانين، ارفع المرايه كده وارفع اللسان بتاع الكلام ده اللي خرب بيتنا، هتلاقي تحت لسان المزمار عامل زي عسكري المرور. يعمل ايه؟ شغلته ايه؟ عندما تستطيع تاكل الاكل ثم تيجي تبلع يروح قفل الايه؟ الماسوله بتاعت البلعوم اللي هتدخل الوكل. تيجي تتنفس يروح فاتح عشان تتنفس، اقفل افتح، اقفل افتح. ليه كم ثانيه بيقفل ويفتح؟ لم يرتاح لحظه. القلب يدق 42 مليار دقه في العام، بما يعادل 115,000 دقه في الساعه، بما يعادل 70 دقه في الدقيقه. لو توقف لحظه واحده لراح الانسان وضاع. من الذي يدق القلب؟ الله. امسك الشاكوش ودق 15 دقه من ايدك مش وقفت يبقى بحق. امال القلب بدق ازاي؟ طب ساعه ما تيجي تنام اقفل الباب، اقفل النور، ما تقفل القلب كمان عشان ينام. امال بيشتغل وانت نايم ازاي؟ النفس رايح جاي رايح جاي، شهيق زفير 25,000 مرة في اليوم، رايح جاي رايح جاي. لو وقف مرة واحدة ايه اللي يحصل؟ الله. بتتنفس ايه؟ بتاخد ايه؟ باخد ثاني اكسيد الكربون، باخد الاكسجين واطلع السم اللي هو ثاني اكسيد الكربون. الشجرة اللي عندك دي بتعمل ايه؟ بتاخد مني الي ثاني اكسيد الكربون وبتعطيني الاكسجين. من الذي نظم الكون هذا النظام؟ انت. الله. يبقى انت تبقى ولذلك ربنا في جميع ايات القرآن لم يذكر السمع قبل البصر، ولم يذكر السمع مفردا. امال قال ايه؟ السمع والابصار، السمع والابصار، السمع والابصار، الا في ايتين اتنين. ايه في سوره الاسراء وايه في سوره الكهف، دي قدم فيها السمع على البصر ودي افرد فيها البصر، وهذا سيكون مشهدا من مشاهد يوم القيامه. والا لماذا قدم الله السمع على البصر؟ سألنا روحنا يا 2 مليار مسلم ليه؟ ليه في القرآن كله؟ وليه فرض السمع وجاب البصر؟ انت بتسمع منين؟ بتشوفه منين؟ من قدام ولا من ورا؟ بشوف من قدام. امال مين اللي بيشوف من ورا؟ هي خاصيه واحده بس لمين؟ سيدنا النبي يكون واقف في الصف كده، تراس يا عمر، تراس يا علي، تراس يا ابو بكر. ايه يا رسول الله انت شايفنا؟ قال نعم، انا لست هيئتي كهيئتكم ولا خلقتي كخلقتكم، اني ارى من الخلف كما ارى من الامام. يبقى الرسول الوحيد اللي بيشوف من ورا. الله. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعف عليه الذباب ولا يعف عليه الناموس، ويرى في النور ويرى في الظلماء ويسمع ويرى من كل الاتجاهات. الرسول صلى الله عليه وسلم انت هتروح دلوقتي تستحمى من العرق والجرف اللي على جسمك، اما الرسول صلى الله عليه وسلم كانت ستنا عاتقة تعصر هدوم الرسول مرة في مرة، في الاخر قال انت بتعمل ايه؟ قالت بعصر هدومك. قال لي ايه؟ قالت انزل منه مسكا خاما ثم احلله بالماء ثم اقلبه ثم اوزع الكالونيا بتاعت جسمك وعرقك على اهل المدينه يا رسول الله. يبقى الرسول مش زينا، خاصة عشان نتكلم عن الرسول بدك سنه اتكلم خاصيه الرسول بس. ولذلك الله عز وجل عندما خلقنا خلق لنا ايها الاحباب. انا مش عايز اطول عليكم عشان الدنيا حاميه وتزهقوا. اسال المولى عز وجل ان يتغمد عم الحج ابراهيم برحمته. اللهم تغمده برحمتك، اللهم تغمده برحمتك، اللهم جاف الارض عن جنبيه، اللهم ان كان محسنا فزد في احسان وان كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم اغسله من ذنوبه بالماء والثلج والبرد ونقه من ذنوبه كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم اجعل هذه الليله اسعد لياليه، واجعلنا ربي بقراننا وحديثنا ودعائنا وتامينكم صدقه على روحه يا رب العالمين، واجعل اخوانه واولاد عمامه صدقه على روحه، واجعل ابنه يا رب من الصالحين، واجعله صدقه جاريه على روح ابيه يا ارحم الراحمين. امين امين. اقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم، وشكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.